قال لك يا سيدي امبارح تدشين مركب سحق البذور الزيتيه ببجايه لمالكه ربراب، اسعد ربراب، اللي هو الملياردير الجزائري الشهير اللي كانت الصحف العالميه اتكلمت عن ثروته مؤخرا. المركب يعتبر الرابع عالميا من حيث طاقه انتاج الزيوت. اولا انت عرفت منين مقياس الرابع عالميا؟ يعني وفق مقياس ايه؟ الكربوميتر؟ يعني عرفت؟ انما كويس ادبا منك ولطفا منك انك قلت الرابع مش الاول، مش اسبق احرق اقدم اسرع اول، الحمد لله انك قلت الرابع. انا اول ما قريت اسمه ضمن الاغنياء في افريقيا عرفت ان العصابه هتقول له تعالى يا حلو قسم ابو قسم اللي هي كل لوحده يزور، عصابه مش بلد. وخدوه جرجروه قالوا له شوف احنا عندنا ازمه في الزيت، اعمل لنا مصنع ومش هتسافر، هتقعد لنا هنا لحد ما تطلع الزيت. ازاي ملناش فيه؟ ان شاء الله بيض زيت هتجيب زيت يا جدك. تخيل من اسبوعين ثلاثه يمكن او شهر، اسعد ربراب الجزائري الغني الجزائري معرفش ايه، وقعدوا في التعليقات كلهم حقد وغل وفلوسنا وده فلوسنا. والمهم انا ساعتها ادركت ان اسعد ربراب مش هيقوم بالموضوع.